السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم ام محمد اسيد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لخواتاتي واحد الطاجين تاع الزيتون بنه خرافيه، بنين بنين بالبزاف. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني الفيديو هكا باش يوصلكم كل جديد. تابعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير وغادي تحصلوا على واحد الزيتون شباب بالبزاف. نبداو بسم الله على بركه الله. تجيبي زلافه اللي تديري فيها الماغيناد، ديري الكركم، سكنجبير، الحرور الكحل، شويه قرفه نتاع العود، زوج سنينات نتاع الثوم، مغرف كبيره نتاع الليم اللي هي نص حبه نتاع الليم هنا كنت ربيتها، والزعفران. هنايا عندي خليط ما بين القزبر والمعدنوس عندك والملح، وكاس ناقص زوج صباع نتاع الماء. صحيح الماغينات درت فيها، قلت لكم درت الكركم، ديري مغرفه تكون مليحه تاع كركم، ديري على راس المغرفه قرفه، شويه تاع سكنجبير والحرور الكحل وزعفران، زوج سنينات نتاع ثوم، خليط ما بين القزبر والمعدنوس كما راكم تشوفوا معايا، والحرور الكحل كما راكم تشوفوا. وتخلطي كلشي مع بعض. ما ديريش هنايا الزيت ما ديريش، تخلطي كلشي مع بعض وديري كاس نتاع الماء. هنا تجيبي لي الدجاج على حساب افراد العائله، نتاعك. هنايا ديري الدجاج اللي يكون متوفر عندك. صحيح ديري هذيك اللحم نتاعك وتخديه في الفريجيدير، تخليه امور نص ساعه باش يتشرب هذيك التتبيله. صحيح تخليه يريح مده مليحه. هنايا تجيبي الطاجين نتاعك، ديري فيه حبه بصله تكون كبيره، قطعها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، كما هكا قطع صغيره. ديري لي هذاك المرص نتاع الدجاج كما راكم تشوفوا، زيدي هذاك التتبيله اللي كنا تبلنا فيها الدجاج وخليناه ريحوا مع بعض. زيديني هذيك التتبيله، نقصي لها الغاز وتخليها طيب، تخليها تتقلى. هنايا عفوا تخليها تتقلى على خرطها. هنايا ما تزيديها الماء، ما تجهدي لها الغاز، ما والو، قلت لكم على نار تكون ناقصه مهيله. صحيح وراكي تشوفي فيها من وقت الخوه كما راكم تشوفوا معايا كما هكا. هنايا بعد ما كما ولد بالت لي هذيك البصله كما راكم تشوفوا معايا كما هكا، راني نحرك فيها. راني هنايا قلبت اللحم باش يطيب لي من الجهه الاخرى كما تشوفوا معايا. هنايا راه ديجا هنايا راه غير بتقليه وراه طايب ما شاء الله. هنايا ما تزيدوا لكم لا ما لا والو، ديجا حنا رانا استهلكنا هذاك الكاس نتاع الماء، راه خير وبركه. المهم هنايا كما راكم تشوفوا معايا، هنايا بعد ما تقلت مليح زيدي هنايا واحد ربع كاس نتاع الزيت. زيديني هنايا واحد ربع كاس نتاع الزيت، ها ولا. زيديه لهذاك الطاجين ونقصي له وخليه. قلت لكم هنايا النار دائما تكون ناقصه، ما تزيدولهاش النار وما تتقلقوش عليه في غرضها، وغادي يطيبكم يجيكم واحد الطاجين تاع الزيتون بنه خرافيه كما قلت لكم في اول الفيديو. المهم تخلطي كيما هكا، تدخليه تحوسي تدخلي غير هذاك الزيت، تبلي عليه وتخليه يعاود يولي يطيب من جهه من الاول. صحيح قلت لكم دائما على النار تكون مهيله. المهم كيما هكا تقعدي ملحي الخوه، تقعدي تحلي هذاك الطاجين تاعك وتشوفيه، وراكي تقلبي فيه وتشوفيه كيما هكا. وهنايا بعد ما طاب، هنايا شوفوا كيفاش هذيك البصله راهي دبالت ما شاء الله، تحسيها بلي ديك البصله تاعك طابت ما تقعدش تغزغز لك كيما هكا. زيديني هنايا الزيتون. انا الزيتون هنايا ما فيضته ما والو، خليته في الماء بعد اشاك فوا نبدل له هذاك الماء تاعه حتى لوين الماء تاعه يولي صافي تما صاي. هنايا باش ما يوليكمش مدبال والحبه تاع الزيتونه ما تجيكمش شابه كما راكم تشوفوا معايا، راه ما شاء الله. قلت لكم قعدت نبدل له غير في الماء تاعه، تبلع عليه وتخليه صاي وتخليه يطيب. هنايا بعد ما طاب كنت رافقته مع هذه الكسره كما راكم تشوفوا معايا كما هكا. وهذا هو طاجين تاعي. ان شاء الله يا ربي يكون نال الاعجاب نتاعكم، يكون عجبكم ان شاء الله يا ربي. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني الفيديو. تهلاو في رواحكم في وليداتكم وتبقوا على خير.